تنقسم عقيدة اليهود لثلاث أجزاء: الله، الأرض، الشعب. إيه هو مفهوم الرب عند اليهود؟ وهل المفهوم ده اتغير؟ الرب عند اليهود كان مرتبط بأكتر من مسمى. يعني كان عندهم فكرة أدوني أو أدوناي اللي هو بمعنى السيد أو سيدي. عندهم مسمى تاني اللي هو إيل أو إلوهيم بمعنى الرب أو ربي. وكلمة إيل هنا كان ليها معنيين، إما إن هو إيل بمعنى رب أو بمعنى مسمى لمعبود كنعاني هم كانوا في بعض الأحيان بيتعبدوا ليه مع الكنعانيين، وبالتالي هنا بياخد معنيين مع بعض. عندهم كمان المعنى بتاع يهوه، وده المفهوم بتاع الرب اللي كان موجود في العهد القديم في بدايته. أنه مفهوم ظهر قبل التاني، ما عندناش ما يدل تاريخيا عن قدم أي اسم عن التاني. عندنا كمان المسمى اللي سيدنا موسى خده من الرب لما طلع وخد منه الألواح، لما سأله وقال له أقول إيه لشعبي؟ قال له أهيه أشير أهيه، يعني أكون الذي أكون. وده معناها ان مفيش مسمى ثابت انت بتقوله للشعب بتاعك. كمل بعد كده في العهد القديم وبيقول له انا الهك اله اجدادك ابراهيم واسحاق ويعقوب. معناها ان هو بيدله ان هو اله واحد لازم بني اسرائيل كلهم يعبدوه. رغم ان العقيدة اليهودية المفروض في بدايتها ان هي عقيدة توحيد، ولكن مع الوقت اليهود كانوا بيتأثروا بشكل كبير جدا سواء بالمصريين القدماء او بالاقوام اللي هم عصروهم في ارض كنعان. فالمفروض ان مفهوم الرب سواء بمسمياته يهوه او ايل او ادوناي هو المفروض ان هو معبود واحد احد، ولكن اختلاطهم بالاقوام التانية خلوهم يشوفوا المعبود بتاعهم في صورة كبير عيلة أو مجرد رب بين الأرباب. قد يكون إن هو أكبر الأرباب دي، ولكن لا مانع بالنسبة لهم إن يكون في أرباب تانية موازية. بالعكس في بعض من الأوقات كان ملوك بني إسرائيل أو بعض القضاة في عصر القضاة من بني إسرائيل كانوا بينحرفوا في عقيدتهم وعبادتهم، بيقدموا قرابين لمجموعة من المعبودات التانية بجانب المعبود إيل أو يهوه. ودي كانت مشكلة كبيرة جدا في العقيدة اليهودية. مش بس كده، التأثير الأكبر اللي حصل على اليهود لما تم سبيهم أو نفيهم في السبي البابلي، ابتدوا يعيدوا تشكيل وجهة نظرهم للعقيدة وللعالم ككل. اكتشفوا إن معبودهم ما كانش مجرد معبود إقليمي، ولكن بحجم الإمبراطورية البابلية مقارنة بمملكة إسرائيل اكتشفوا إن الرب أكبر وأضخم من كونه مجرد معبود إقليمي، ولكن لازم يشمل العالم كله والكون كله. فكرة تطور العقيدة اليهودية ده كان واضح جدا في فكرة تناولها للعالم الآخر. العقيدة اليهودية أو الوصايا العشر في بدايتها ما ذكرتش العالم الآخر بشكل من التحديد، ولكن مع الوقت مع السبي البابلي زي ما قلنا ارتباطه بالثقافة البابلية وارتباطه بثقافة عالمية زي اللي عملتها بابل خلتهم يفكروا بشكل مختلف جدا في مصير الإنسان ما بعد الموت، وده اللي خلاهم يشكلوا فكرة العالم الآخر من جديد، رغم ان هي في أصولها ما كانتش من أساسيات العقيدة اليهودية. العقائد السماوية هي بتتناول مفهوم الإله وبتتناول مفهوم النبوة، وكمان وجود غيبيات زي الملائكة والشياطين. هل الديانة المصرية القديمة مفهوم الإله فيها هو شبه مفهوم الإله في الديانات السماوية؟ مفهوم الإله أو المعبود في مصر القديمة كان معقد جدا رغم ان هو يبان بسيط. كان المصري القديم في بدايته خالص كان مؤمن ان في قوة عليا بتحكم الأرض، فكان إيمانه ان القوة دي يا إما قوة خيرة أو قوة شريرة. فازاي ان هو ببساطة بيجلب الخير او ان هو بيرضى الشر وبيبعته عن طريق فكرة القرابين. لما كان بيلاقي الشمس بتشرق من الشرق، الشمس دي على اساسها كان بيتحدد الزراعة، الضوء اللي بينور له اليوم، الفصول الاربع فصول، مواسم الحصاد والزرع. وبالتالي اعتبر الشمس دي من مؤسسات الحياة اللي من غيرها العالم بيفنى. عشان كده الشمس لما بتغرب في الغرب اعتبر ان الغرب او عدم وجود شمس هو عالم الموتى. عشان كده خلى شرق النيل الحياة وغرب النيل المقابر أو الجبانات. وده كان مفهوم متطور جدا عند المصري القديم. فكرة تعدد المعبودات عند المصري القديم راجع لفكرة تعدد احتياجاته من العالم. الموضوع تطور وخلى الموضوع مش مجرد خير وشر، لا ده الموضوع خاص بمشاعر أو تعبير عن
تقربه للطبيعة. فكرة ارتباط المصري القديم بالحيوانات دي، المصري كان بيلاقي ان البقرة بتقدم له خير، بتقدم له ألبان، بتقدم له لحمة، وبالتالي تقرب منها. على عكس حيوان زي التمساح، كان كل الرحلات النيلية مهددة بظهور التمساح لأنه كان حيوان عنيف، وأي حد بيطلع في المية كان معرض أن التمساح ياكله. نفس القصة لفرس النهر، وبالتالي اعتبرهم رموز لكائنات خطرة كان بيتم التودد ليها عن طريق درء شرها، واعتبرهم معبودات خطرة. واعتبر ان البقرة حتحور بتقدم له الحب، في حين ان الشر بيقدمه حيوان زي التمساح او فرس النهر، واعتبرهم رموز للشر اللي ممكن يشوفهم في العالم الاخر. ده بياخدنا الفكرة ان المصري القديم ما كانش بيعبد حيوانات زي ما احنا بنشوف في بلد زي الهند، في اعتقاد ان المصري كان بيعتقد او كان بيعبد ويقدس الحيوانات، ولكن هو كان بيعبد الرمز الخاص او النموذج اللي موجود جوه الحيوان. دليل ان هو كان بيذبح البقرة وياكلها، بيذبح المعيز وياكلها، كان بيربي فراخ وحمام، وكان بيقدمهم كمان قرابين للمعبودات. هل تقرب المصريون القدماء للأصنام؟ فكرة التماثيل الضخمة اللي احنا بنلاقيها دي كانت تجسيد للملوك، الملوك العظام اللي كانوا بيحكموا أرض مصر والإمبراطورية المصرية الكبيرة. وما كانش بيتعبد للتماثيل دي، ولكن كانت بالنسبة له دي رموز لقوة الدولة وقوة الملك. حتى تماثيل المعبودات اللي هو كان بيعملها كانت دي رموز للقوة العليا اللي هو كان بيلجأ لها، بدليل ان هو كان بيحطوهم في المعبد في مكان مظلم جدا اللي هو قدس الأقداس. قدس الأقداس ده محدش بيدخله غير الكهنة الخاصين أو كبار الكهنة، حتى مش كل كهنة المعابد لهم القدرة إن هم يدخلوا جوه قدس الأقداس. وكان بيتم وضع التماثيل دي في مراكب مقدسة بيشيلها مجموعة من الكهنة، ثم بتتحط في مراكب أكبر بيتم الترحال بيها من معبد لمعبد أو من شرق النيل لغربه. ولكن فكرة التقديس لتمثال أو لصنم المصري القديم لم يعرف هذه العادة أبداً.